تخيل معايا كده تقوم جايب طفل صغير لسه متعلم المشي وتبص له في عينه وتسأله بمنتهى الجدية: انت ما بتجريش ليه؟ ما انا بجري قدامك اهو. وايه الهبل ده؟ بس تخيل انك بتعمل كل ده شبه بشكل يومي لما بتقعد تجلد ذاتك ونفسك الصغيرة من كام سنة على الغلطات والمواقف المحرجة والناس الغلط اللي دخلتها في حياتها. يا ربي ايه الهبل اللي انا عملته ده؟ يا ربي ايه الناس اللي انا دخلتها في حياتي دي؟ يا ربي انا ليه عملت كده؟ تقعد تحاسب نسخة قديمة منك ما تعرفش اللي انت عارفه دلوقتي بمعلومات اللي انت عارفها دلوقتي، كأنك بتحاسب عيل صغير لسه متعلم المشي هو بيطلعش يجري ليه، في حين ان نفسك الصغيرة دي لو ما كانتش اتعلمت المشي انت ما كنتش تبقى بتعرف تجري دلوقتي. لو ما كانتش عدت بالمواقف دي ودخلت الناس دي وخدت القرارات دي انت ما كنتش هتبقى عارف ومتعلم اللي انت متعلمه دلوقتي. لو ما كانتش عندها القدرة والجرأة انها تستكشف وتتخبط وتدخل في حاجات غريبة ومريبة انت ما كنتش هتبقى عارف دلوقتي ان الحاجات دي غريبة ومريبة. فأنا من موقعي هذا بشكر نفسي القديمة على كل القرارات الغبية اللي هي أخدتها والقرارات الصح اللي هي أخدتها. بشكر نفسي القديمة على كل الناس الغلط اللي دخلتها في حياتنا، وبشكرها كمان إن هي عدت بكل ده ووصلتني للي أنا فيه دلوقتي. انتوا كمان محتاجين تكونوا رحيمين بنفسكم قوي علشان هي كانت صغيرة، هي كانت لسه بتتعلم المشي. فاهميني؟ سلام.